يا هلا والله بالشباب. طبعا احنا موجودين في هولندا، معايا هنا محمد اهو. عامل ايه يا معلم؟ ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ حبيبي الحمد لله. خلاص كده كفايه عليك. طبعا احنا جينا دلوقتي مدينه اسمها ريموروند. المدينه دي واحده من المدن المميزه اللي موجوده هنا في هولندا، وسبب وجودي في المنطقه هنا كمان علشان خاطر نروح الاوتلت ده سوق بيجمع كل المحلات التجاريه وبراندات عالميه كمان معروفه، وبيعملوا تخفيضات دايما، فهنروح نستكشف السوق ده لانه الصراحه مميز جدا. فاعملوا لايك بقى ويلا نروح نستكشف السوق. الصراحه بيوت هولندا مميزه جدا بسبب اللون بتاعهم، تحس ان الطوب بتاعهم لسه اولد. حبيبي اولد يعني قديم شويه الطوب، لكن لونه بيخلي المباني بتاعتهم تحسها ان هي مباني اثريه وقديمه. اكتر واحد بيكون مبسوط لما يكون جاي هولندا. الصراحه هي بترزع كده في قلبنا، بتزرع كده في العربي ضاع، بتزرع السعاده في قلبنا وقت ما تركب القطر او الاتوبيس او مهما كان العربيه. تعرف بس ان رايح هولندا بتنبسط لوحدك، والافضل انك تضحك في الشارع لوحدك. كل بيت هتلاقي قدامه عجله مركونه، العجل عندهم تحس انه زي البورشه. احنا دلوقتي موجودين طبعا في اول المدينه لسه، فالسوق يبعد عننا بحوالي 10 دقايق بس موتور رجل. شوفوا المبنى ده كله مبنى البلديه عندهم اهو. وصلنا اهو، ده المدخل، حاطين هنا اليافطه الكبيره الجوتشي والبرادا ده والنايك، فاحنا لازم نلف عشان خاطر نخش السوق من جوه. والله العظيم عمال نشم حاجات غريبه جدا في الشوارع. ايه ده؟ ده بدايه مدخل السوق، واحسن حاجه بقى ممكن تشوفها هنا الاجواء. يعني طبعا لسه فاضل على راس السنه حوالي شهرين ثلاثه، تلاقي انوار راس السنه هنا حاطينها في كل مكان، وديت حاجه كده زي الحلوى بتتقدم في 24/12 كده، فطعمها بيكون حلو، وبيعلقوها كمان على كل العواميد. اي عمود هتمشي هتلاقيها متعلقه عليه، والانوار الصراحه بتدي مناظر برضو جميله جدا في الليل بالذات. هنا على الباب كاتبين لك مرحبا بجميع لغات العالم، مرحبا بالعربي، يعني يلا خش بقى. بقالنا يمكن اكتر من 10 دقايق دلوقتي بنمشي عشان خاطر نوصل لعمق السوق، فعمال اشم بس في ريحه اكل، جوعت. لكن الصراحه المنظر ده جميل جدا. تيجي نطلعها؟ هتقدر؟ لا. اكبر شجره عيد ميلاد موجوده هنا في المنطقه. السوق ده بيوديك للناحيه الثانيه، والسوق ده برضو بيوديني الناحيه الثانيه، فاحنا هنمشي من هنا عشان خاطر نستكشف اكتر. شوفوا الشجره بجد شكلها جميل جدا، عامله منظر جميل مع بتاع المرجحه ديت. فالاجواء هنا الصراحه بجد عالميه جدا، وبالذات لما يضيفوا بقى تاتش اللي هو العيد ميلاد، الانوار والحاجات ديت، فبتعمل اجواء جميله جدا في المنطقه. شوفوا عندكم هنا الخريطه بتاعت السوق كله والماركات اللي موجوده عشان خاطر انت ما تتوهش، تعرف الحاجات دي موقعها فين وتمشي على طول بقى وتفضل تستكشف. طبعا هي مبين ان في بيوت هنا، ولكن المباني اللي موجوده هنا معظمها اصلا مش سكنيه، بتكون تبع الماركات هنا. اطول شنب في التاريخ حالس لندن. شوف الطابور ده كله عشان خاطر بس يخشوا يشتروا جزم، فزحمه، وعشان تعدي المكان التاني تاخد وقت. حتى عندكم هنا تومي هيلفيجر، بس محدش يعني بيخشوا قليل. وانا ماشي في المنطقه ديت عمال اسمع 1000 لغه في نطق واحد، لغات كتير جدا مختلفه. شوفوا معلقين هنا حاجه زي زينه رمضان كده، لكن بتكون خاصه باجواء عيد الميلاد وكده. هنا عارضين لك الاحذيه وحاجات عشان خاطر برضو الكريسماس كده، واشجاره شنط بتكون من بعض المحلات اللي هي موجوده هنا على الجناب، وكمان البلوفرات اللي بيلبسوها في اعياد الميلاد هنا. ديت بتكون عباره عن لو انت حبيت تهدي اي حد في عيد الميلاد فتقدر تيجي هنا وتهديه. عندكم هنا البوس، هنخش ونشوف جوه بعض اسعار الحاجات جوه عامله ازاي. شوفوا هنا بيعملوا 60% على الاسعار بتاعت الاحذيه هنا، ولو جينا عند الجواكت برضو احيانا بيعملوا 70% اسعار. احنا دلوقتي هنا في البوس. شوفوا عندكم التيشيرت ده صيفي طبعا، سعره عامل الاصل 99 يورو 95 سنت، فنازل ل 69 سنت 95 سنت. عندكم هنا البلطو مع بلوفر شتوي، طبعا سعر البلطو لوحده عامل 379 يورو، والبلوفر هنا سعره عامل 139 يورو، الاثنين مع بعض ممكن تشتريهم. عندكم هنا التيشيرتات البولوس سعرها الواحد هنا عامل 69 يورو، يعني نقول 70 يورو. طبعا ده هنا جوتشي، طابور كبير جدا واقف، انا بعتقد معظم اللي بيخشوا يتفرجوا على الاسعار ويخرجوا تاني. شوف الطابور عامل ازاي كبير.
هيعضني 2000 يورو نروح نشتري بيهم حاجات. خليه يعضني. شوفوا هنا جايبين كابينة التليفون اللي هي بتكون موجودة في لندن، وعاملين عليها اجواء عيد الميلاد وكده، الزينة. في حرارة مش تعمل ايه؟ تعالى اخرج. الكابينه ديت الكل بيجي يتصور جنبها عشان خاطر يعرف الناس ان هو كان في لندن وكده. صراحه اول انطباع خدته من المكان ده، رغم ان موجود فيه محلات كتير جدا مختلفه، ماركات عالميه مشهوره، هو انطباع جميل جدا لان بيجمع كل ده في مكان واحد، ما بيخليش ان الشخص لما يروح يتسوق من مكان يروح كذا مدينه مثلا ويجيب كل حاجاته من كل مكان شكل. فالمكان ده انطباعي ليه ان افضل مكان تيجي تتسوق منه، وانصحك انك تيجي، مش هتندم خالص، بسبب ان موجود المحلات كلها في مكان واحد بيجمعها، وهتجيب كل حاجه انت عايزها، واللي بيخطر في بالك واللي ما بيخطرش برضه في بالك. والاحلى بقى في الموضوع عندكم الجاست سيرفرز هنا. ده يعتبر مبنى للانفورماسيون، للمعلومات يعني، او لو ضيع منك اي حاجه بتقدر تخش هنا، وموجود احد العملاء فبتقول لهم ايه اللي ضاع منك مثلا، ولو حبيت برضو تستفسر عن اي حاجه فبتقدر تاخد منهم. حتى عندكم هنا التاكسي فري مثلا. هنخش هنا برضو نيو بلانس نشوف الاسعار جوه عامله ازاي. عندكم الجواكت الكات هنا تقيل وقماشته حلو، بس يعني مش هيدفيك في الصيف. لو انت لبست مثلا فوق بلوفر هيكون حلو، فسعره عامل هنا 70 يورو. وعندكم هنا السويت شيرت ترينجات قماشتها حلوه وتقيله جدا، فالسعر ده عامل 35 يورو. لو هتجيبه مع البنطلون برضو نفس السعر 35 يورو. والتيشيرتات الصيفيه هنا قماشتها خفيفه جدا، فسعره عامل 21 يورو. شوفوا الكلب ده مش كلجي، كل ما يشوف اي كلب يعوز يهوهو عليه. ده غلبان ماشي في حاله عايز يتخانق معاه. ممكن تمشي هنا اكتر من 10 دقايق والمكان ده مش هينتهي. العربيه دي شكلها جميل جدا، فكرتها يعني كديزاين للمكان. طلعت هنا بتبيع قهوه وليها كراسي هنا قدام. عندكم اليافطات، فود، درينكس، باركينج، شوبرا كده اهو. عندكم هنا هوجو، اشيك مبنى شفته لحد دلوقتي بتاع ملابس. عندكم هنا الجواكت الشتويه برضو قماشتها حلوه جدا وتقيل ويدفي. هوجو سعر الجاكيت عامل 194 يورو. وهنا كمان البناطيل الجينز عند هوجو، سعر البنطلون الجينز هنا عامل 90 يورو 95 سنت. تلبسه ولو اتقطع منك يعني خلاص في الرمي. عندكم هنا برضو البلوفرات الشتويه تقيله والصراحه حاسس انه بيدفي جدا، ولكن سعره هيدفي اكتر، فسعره عامل هنا 159 يورو. وهنا الاحذيه عندكم البوت ده سعره عامل 160 يورو، معظمهم نفس السعر اللي موجودين هنا. عندكم سعر الجاكيت الجلد ده 350 يورو. وعيد ميلادك ايه؟ قرب. كل سنه طيب. عندكم هنا دخلنا البوما سويت شيرت برضو بوما حبيبي، سعره عامل 35 يورو، سعره كويس. عندكم هنا برضو اللي بزعبوط بنقول عليه، هتلاقوا سعره برضو هنا عامل 38 يورو، اغلى شويه 3 يورو بس قماشته يعني خفيفه شويه. وعاملين كمان هنا 30% خصومات على السويت شيرتات والبناطيل اللي موجوده هنا. فالسويت شيرت نازل من 74 يورو لحد 52 يورو. ولو جينا هنا كمان بقى للبناطيل بتاعتهم، فسعر البنطلون نازل من 74 يورو ل 52 يورو. عندكم هنا برضو الاحذيه للمشي، اي حذاء هنا سعره عامل 56 يورو. بصراحه يعني جميل جدا وتحس انه مريح في المشي. وفي برضو احذيه تانية هنا بتوصل لل 40 يورو من 80 يورو نازله في التخفيضات. كل ده معظمه 40 يورو، ده 40 يورو وده برضه 45 يورو سعره. انا مش عارف انتوا بتدخلوا الكلاب هنا بتعمل ايه. معصب. عندهم هنا الشرابات البوما هتلاقي عامل 8 يورو. والبوكسرات ولا مؤاخذه سعرهم بيبدا من 12 يورو 50 سنت، جميع انواع الالوان اللي موجوده. بس علشان خاطر مجرد ان مكتوب اسم الماركه المشهوره على التيشيرتات بتاعتهم بتلاقي السعر بتاعه عالي جدا، مقارنه لو رحت جبته من مكان تاني مش معروف وما عندوش ماركه يعني مشهوره ممكن تجيبه ثمنه قليل قوي. احنا عمالين نلف دخلنا الاربع اماكن دول وبرضه نيجي عند مكان الخروج. طبعا في المبنى ده موجود مسجد جوه، فناس تصلي وكده، فهنخش ونشوفه.
شوف هنا يقول لك مرحبا بكم، هذا المكان للهدوء والاستجمام والصلاة للزوار، يعني حاجة فوق الجمال الصراحة. عندكم هنا حاطين قرآن وكده، وهنا يعتبر هي غرفة صغيرة جدا عشان خاطر يكون فيها مصليتين للناس اللي جاية تصلي، والجنب ده برضه للنساء. ده هنا المكان عشان خاطر للوضوء. الصراحة حاجة جميلة جدا. وغير كده يعني رغم ان السوق ده موجود كل حاجة فيه، ما نسيوش ان يحطوا فيه المسجد عشان خاطر الناس تمارس عبادتها والصلاة وكده. فالصراحة المكان ده انا اديله تقييم من بعد ما شفت المسجد ده 800 من 10. طب يا شباب، من وسط الاجواء الجميله ديت دخلنا شفنا السوق ازاي عامل، وكمان الماركات المشهوره اللي موجوده فيه والمحلات والازدحام اللي موجود لحد دلوقتي. وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، تشبعوا تدونا اللايك ده. اشوفكم فيديوهات جديده، مع السلامه.